أنا بؤكد على أهمية الإعلام. ليه؟ لأن زي ما احنا شايفين حوالينا العالم كله في تحركه، الوسيلة المستخدمة فيها الإعلام. دول بتحارب ودول بتفقد ودول بتقوم، ومبررات كلها الوسيلة الوحيدة الفعالة اللي فيها الإعلام. فالحقيقة الإعلام مهم جدا جدا جدا، وهو الوسيلة والربط الرئيسية علشان يبقى فيه وعي لشعبنا. أنا برضك بأكد على أهمية الإعلام، وأؤكد على إدارة الدفة نحو البطولات العسكرية لترسيخ مفاهيم الوطنية والانتماء، لتطهير البيئة العشوائية، وخاصة في ظل نظرية العقل الممتد. نظرية العقل الممتد بتقول ببساطة شديدة جدا إن الإنسان النهارده بيتحرك عن طريق مؤثر خارجي وهو التليفون المحمول، فبقى اكستنشن العقلي، باخد منه المعلومات وبخرج منه ان او اوت وان. وهنا الخطوره في الشباب. هناك اللي انا من وجهه نظري شايف في حمله ممنهجه ضد الوطنيه المصريه، الهويه المصريه. اتحولنا من رمز للقدوة للترند للأسف. لازم نعي الشباب بتاعنا إن في فرق كبير جدا ما بين الهوية المصرية وبين الهجمة الشرسة اللي بتحاول تغير الثقافة بتاعتي المفعمة بالأخلاق والمبادئ، يحاول يغيرها، لأن هي دي مناطق قوة فينا. ومن هنا حربط 67. لأن الحقيقة برضك أنا من وجهة نظري وجهة مفهومي إن الحرب ابتدت 67 وانتهت 89.